السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا على قناتكم جيهان اسرار. كيف ما قريتوا في العنوان غادي نتحدثوا اليوم على البغيوم كوربوريل او عطر خاص بالجسم وبالشعر من فيكتوريا سيكريت. ولكن قبل ما غادي نبدا غادي نتمنى انكم فقط تدعموني بلا لايك وتعاليقكم الجميله اللي تتفرحني كيف العاده. وهذه نبداو على بركه الله. اذا فيكتوريا سيكريت بالضبط الفراغونس ديال عنبر رومانس كيف تشوفوا هنايا. ها هي دي بالنسبه للبنات اللي بغاو يسكرينيو. هاد الفراغونس هذه هي من افضل لي بغيوم كوربوريل اللي جربت فقط بالصدفه صراحه. كان الاختيار ديال واحد السيده اللي خدامه في لايروبور، هي خدامه في هاد الجهه ديال فيكتوريا سيكريت. هانتوما تشوفوا هنايا الاسم فيكتوريا سيكريت. فكانت قالت لي انا كنت طلبت منها احسن عطر ممكن ان ناخذه، وفعلا قالت لي هذا تقريبا متفقين عليه بنسبه 99% البنات، يعني على انه من الروائح اللي غزاله بزاف وما يمكنش تشميه وما يعجبكش، فهمتيوني؟ يعني من داك العطور اللي اغلبنا تتعجبنا، واللي زوين فيها هو انك ملي تديريها ومثلا الا خرجتي للزنقه بغيت نقول لك ان تعطيك داك الريحه ديال وكانك دايره عطر، ماشي يعني بغيوم خفيفه وصافي هذه الريحه ديالها في 10 دقائق الاولى. لا، بغيت نقول لكم بان هاد البغيوم هذه راها عندها قوه العطر ديالها وكانك عامله عطر. والدليل على هذا هو ان شحال من مره كنت نكون دايراها وتتسولني عليها شي بنت تقول لي جيهان عطرك غزال، اين عطر؟ تنقول لهم هذه راه غير من دوزت مثلا درتها راه بغيوم كوربوريل ولا تبقى ريحتها في الشعر ديالي، يعني فنه بزاف. الريحه ديالها هي ريحه الحلاوه. اول ريحه تتصاد فيها ملي تترشيها تتشمي ريحه الحلاوه، ولكن ديك الحلاوه اللي كلاس، حلاوه ديال النساء اللي كبارات في السن، ماشي ديال البنيتات اللي صغارين، يعني ماشي ديك الحلاوه ديال العشرينات، فهمتيوني؟ ماشي ديال 20 19 18 سنه ديال البنات ديال المراهقه، لا، من 20 الفوق ممكن انك تستعمليها لان تحسي بداك الريحه الحلاوه ولكن كلاس في نفس الوقت. تاني ريحه اولا تاني مذاق تتشميه في هذا العطر هذا هو ريحه الفاني. من بعد منه تيجي ريحه لي سوريز. الفاني مع لي سوريز يعطي واحد الميلونج غزال بزاف. تيخليك ريحه منعشه وفي نفس الوقت حلوه، يعني حلوه ومنعشه. تنعرفوا ان قليل فاش تكون هاد القضيه هذه ديال ان عطر او لا ريحه تكون منعشه وفي نفس الوقت تتشميها حلوه. غالبا العطور المنعشه تكون داخله فيها الاحماض، يعني تكون داخل فيها السيترون، لي سيتريك بزاف، ولكن هذه بالضبط بغيت نقول لكم غزاله، يعني تدير واحد جمع بين واحد الميلونج اللي غزال بزاف. ملي تتبدا تبرد شي شويه تتبدا تشم فيها الريحه ديال بحال العنبر شويه، واحد ريحه المروره ديال العنبر. من بعد تعطيك الريحه ديال الطالك، الريحه ديال الجوز، واخر ريحه هي ريحه اللوز. من بعد ما تتبرد يعني تترسخ داك الريحه، تضرب فيك هكا روائح ديال الجوز واللوز. الثبات ديالها زوين مقارنه على انها فقط اون بغيوم ماشي عطر. يعني تنعرفوا حنا لي بغيوم تيطيروا بالزربه، يعني تتفرحي بهم غير داك السويعه المكانه اللي تديريهم في الجسم ديالك في الشعر ديالك. على غرار هذه تتبقى لك واحد المده اللي طويله، يعني انا بعدا شخصيا تتشد فيا، تتبقى مده يعني تقدر تبقى لي، خصوصا الا كان الهواء هكا ولا الريح، فما حد الريح تيضرب شعري وانتي تتشمي هاد الريحه هذه فيا. كيف تعرفوا تجي فيها، ما عرفت واش قلت لكم لا تجي فيها 250 ml، يعني كميه اللي هي كبيره ومعقوله مقارنه مع الثمن ديالها اللي تيكون في متناول الجميع. تنعرفوا كاملين بان لي بغيوم تيكونوا رخص من لي بارفان، لان هما فقط يعني روائح مخففه، فما تتكونش كونسونطري، بالتالي ما تتكونش غاليه بحال العطوره. انا شخصيا تتكون هذه هي احسن بغيوم جربت، وتنتمنى انكم نتوما تجربوها باش تعرفوني علاش متحمسه وعلاش تنحطها بين لي فافوري ديالي. ومن هنا حتى الفيديو ما يجي غادي نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف وما تنساونيش بلي لايك ديالكم. بسلامه.